ما كأنها هي مختلفة، يعني مو بشكلها بس وجهها هي مختلفة جدا، وكأنها ما كانت يعني تلف حوالين زوجي. فأنا رحت قلت لها خلاص إذا أنت ما تبغين الشغل خلاص روحي عادي ما عليك، وقاعدة أبرر لها عشان يعني ما تكرهني إنه أصلا ما الحين مدري إيش وزي كذا والأشياء. المهم بعدين شفتها فجأة وزوجي أصلا ما كان بزوجي، يعني مختلف شوي في الحلم. بعدين فجأة أشوف الكنب مو موجود في الصالة، والأرض الخشب الباركين مو موجود، يعني بس البلاط اللي تحت، وكأنه في فتحة في فتحة في البلاط مكسور شوي، وفي سواد تحت، وكأن العاملة بس مو بنفسها، يعني العاملة اللي عندي مختلفة. كذا معاها زي ما أدري إيش هو، زي طويل كذا زي البخور الطويل حق الأجانب مثلا، وفي فحم تحته يعني آخر شيء، وتدخل في الفتحة وتسحب تلون، يعني تشخط كذا خط أسود، وكأني أضيف يدها وأحط إصبعي في فمي أبلها في ريقي، وبعدين أقول بعدين أبعد يدها وأقرأ مثلا الكرسي. ما كنت منتبهة، دفت يدي من جديد وتسوت المرة الثانية، يعني سوتها المرة الثانية يعني أكبر من المرة الأولى كأنها ثبتتها، بس أنا دفيت وقريت الفاتحة. بعدين المرة الثانية قريت قصدي الإخلاص، وقريتها بتمعن الإخلاص. وبعدين فجأة طلعت سكاكين في يدها وقاعدة تحاول تهاجم علي. أنا مسكت السكاكين من يدها ودفعت على نفسي، يعني سحبت منها. بعدين جت هم 4 عاملات كانوا، بعدين جت العاملة الثانية تحولت، يعني شيء أنا دايما أشوفهم 4 عاملات في أحلامي. شفتها تحولت كأنها رجال، يعني صارت كبيرة وعريضة وطلعت 4 سكاكين بس كبيرة جدا، يعني مو زي هذيك، يعني كأنها طويلة، وقاعدة تحاول تهاجم علي وأنا أبعد. وكان قدامي ما أدري مين بالضبط، أهلي ما أدري مين هم، يحاولون يمسكونها وهي تحاول تهاجم بقوة. فأنا قاعدة أقول لها خلاص أنت ما تأذيني ولا ما بأذيك بعدي. بس شفتها إنها مرة قاعدة تحاول، يعني ما هي فايدة، فقاعدة أدافع على نفسي. وبعدين هربت منها ورحت في مجلس بيت أهلي، فيه يعني مجلس رجال، فيه باب يعني هذا وبابين يعني حق صالة الطعام ولا هذا. بعدين شفت زوجي وعيالي هناك، وقاعدة أقول زوج أعطيني الجوال، أعطيني بكلم الشرطة أعطيني. وهو كأنه بارد جدا مو مهتم، أعطاني ما أدري فتح لي موضوع ما أدري شو في الجوال، يعني قاعدة أخاصم وأسكر الباب الأول وأسكر الباب الثاني، يعني ما أدري أروح أي باب أسكر أي باب ما أدري في الضبط، يعني في بابين. بعدين كأنها دخلت جو 4 بنات ما أدري من هم، كأنهم كاش يعني عبايتهم مكشوفة وزي كذا ما أدري جابهم. بعدين كانوا مشاهير ما أدري من هم بالضبط. بعدين قاعدة في قلبي أقول يا الله إيش جابهم هذولي، يعني بينضرون. دخلوا بعدين العاملات هذولي فجأة، وقاعدة مسكت البنات وقاعدة تنحر فيهم، يعني تقتلهم كذا. واحدة من البنات تعلقت في ظهري، يعني ركبت في ظهري كأنها طفل، وأنا يعني كذا أبعد عنها. راحت قتلت البنت اللي في ظهري كمان، وقاعدة والعارض اللي في جوا كأنه يتكلم، وأنا سمحت له يتكلم، فقاعد يقول لها أنت بتأذينا، يعني قاعد يحذرها أنا ما تأذيني أنا. بعدين مسكت الدم، في دم ما أدري من فين جابته، كأنه دم أسود شوي، وتخطى على الجدار، يعني جدار الغرفة كاملة، كأنه ما أدري كيف، كأنه حمار وحشي كذا، بس مو بحمار، يعني دم كذا تخطى الغرفة، كأنها تبى تسوي تعويذة في الغرفة كاملة حواليني. أنا صحيت ومسكتها وهجمت عليها، قتلتها في الجدار اللي قاعدة تخطه أصلا. وهربت من العمارة، بس كأنه الدرج صار عريض كبير ما بنفسها، وقاعدة أهرب. وأنا أنزل أسمع زوجي يلاحقني، قلت أكيد بيقول تعالي ارجعي عيالك عشان عيالك، وقلبي قلت بهرب، بس وما قال لي كذا، يعني كأنه أصلا ما عندي عيال، ولا يعني هو ما هو بزوجي أصلا، قاعد يحذرني يقول لي ارجعي ولا ترى بيسوون أشياء، هذا ارجعي ولا ترى ما أدري تحذيرات كبيرة إنهم بيدمرون مباني، بيدمرون مستشفيات، بيسوون أشياء، يهددني تهديد يعني قوي، كوارث طبيعية كبيرة. فنزلت أنا من العمارة، ونزلت كأنه شيء غريب، مكان يعني مكان غريب، ما أول مرة أشوف في مصاري، شفت قدامي مصاري محجبين، في ناس كذا مختلفين الأجناس، شارع، وقدام العربيات مختلفة كذا قاعدين يبنونها كأنهم من الأكل، وقاعد يقولون لي شوف كيف قاعدين نبني، إذا ما رجعتي بنهدم كل شيء.
بس أنا كنت مصرة إني أهرب يعني وخلص الحلم. الله يسعدك، معلش طولت عليك. طيب أنا بسألك سؤال، أنت عندك أبناء؟ إي نعم. في قد سبق إنه صار عندك إسقاط؟ لا. أنت عندك مشكلة واضح، إن صدقت هذه الرؤية عندك مشكلة في الأرحام. وش مشكلتك في الأرحام؟ والله ما أدري، أنا أحس حاليا اليومين هذه أحس بآلام. إيه أحس بآلام بسيطة بس ما عندي. طيب شوفي، الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم، أنت قد رحتي عند أحد المشايخ وقال لك أنت عندك نوع من أنواع الأسحار؟ لا بس إن أنا معاك، أنا مستمرة يعني أشوف البث عندك. الله يسعدك وجزاك خير. ويعني كذا أنا أطلع على هذا الموضوع، فأنا أعرف إن أنا حلمت قبل حلم إن ثعابين تطلع من راسي صغيرة وزي كذا، فسأل لي إياها إنه في سحر. طيب شوفي، في سحر، هذا السحر بإذن الله سيزول ويخرج بحول الله وقوته. هذا السحر وقع في نفسي أنه أثر على أو يعني في الأرحام، وقد يكون مدفون، يعني سحر قد يكون هذا السحر مدفون. خلاص. الأمر الثاني، أنت سبق أنك تعبتي وخفيتي. إيه أنا دائما يا شيخ أتعب، شيء غريب، أتعب تيجي فترة أتعب تعب فظيع بعدين يخف العرض. واضح ان قلتي كارثة. انت واضح انك تتعبين بعدين تخفين بعدين ترجعين تتعبين. صادق والله صادق، انا مستغربة من هذا الموضوع صراحة. طيب. مرة انا اكيد اني قلت لك تقرأين الفاتحة مدة 7 أيام، صح ولا لا؟ نعم. ليش؟ لانك انت قلتي ما استطيع الرقية، صح ولا ما صح؟ يعني اكسل او يضيع وقتي او يعني انشغل وما ادري شيء غريب. ممتاز. طيب ممتاز. الان انت لك 7 أيام ولا ما كملتي 7 أيام؟ لا انا بس لي اليومين، اليوم الثالث. اليوم الثالث. ابغاكي تستمرين 7 أيام. تحسين انك انت بديتي عندك شغف للرقية ولا باقي نفس الوقت؟ لا حسيت اني صحصحت شوي في امور البيت ممتاز. يعني صحيت شوي. خلاص انا ابغاكي تستمرين، تكملين ما تبقى من 7 أيام. استمري على البرنامج اللي اعطيتك اياه. بعد 7 أيام ابغاك تطلعين معي عشان نشوف. خلاص. الله يجزاك خير ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك. تسلم، الله يكتب اجرك. تسلم. اللهم لك الحمد كله. ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم، لأن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردها صفراء. ارفعوا أيديكم. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء ما في السماء والأرض وملء ما شئت من بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأراضين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لكل واحد منا حاجة لا يعلمها إلا أنت، ولكل واحد منا مسألة في هذا البث لا يعلمها إلا أنت، لا تخفى عليك وتخفى علينا. اللهم فقد حوائجنا وأعطنا مسألتنا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من هذا الشهر. اللهم وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام ونحن في صحة وعافية. اللهم واجعل هذا الدعاء منه أوفر الحظ والنصيب لمن دعمنا في هذا البث وللمشرفات. قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.